امال انت بقى تاكل ايه حضرتك؟ احنا في توست خلاص بقى. انا مش هينفع النهارده الصبح، بكره انا خلاص كنت محضر المحاضره بس مش هينفع الساعه 2:30 بقى، خليها بكره. انت هتيجي تفطر دلوقتي او هتاكل، او الاكل مع الجوع فقط، فانت ما عندكش وجبات، مفيش كميات في اللي انا بحكي عليه، مفيش توقيت، نايت ايتنج، مورنينج ايتنج، كل وقت ما تحب، بنج ايتنج، مش كل وقت الكميه اللي تعجبك، بس كل واشبع. خلاص. التوست اللي هتفق معاك عليه في مصر احنا عارفينه، بره مصر كل بلد فيها وكل ولايه فيها. حط التوست وراه الجبن المطبوخه اللي بعدها، كشكافال، امنتال، امستدام. طب معيش فلوس، نزلنا درجه الرومي شغاله، طب نزلنا درجه مثلثات او كوبايات، هتجيب يا بريزيدو يا لافاشكري. السعوديه المراعي شغاله، الخليج المراعي شغال. خلاص. جنبك طبق زيتون مخلل اسود او اخضر، طبق بطاطس بيوريه بالزبده، طبق بطاطس محمره في الزيت بالكاتشب والمايونيز. تنفع تفطر ده؟ افطر، انا موافق. كوبايه عصير جوافه من دي او عصير معلبات كوكتيل، موافق. عصير المعلبات كل معلبات مش فريش، معلبات كلها مسموحه ما عدا المانجا والبرتقال. حلو. طيب تعالى بقى، احنا هناكل الظهر، مفيش نسكافيه، النسكافيه فيه لبن، اشرب قهوه تركي. والقهوه التركي خلوا بالكم هاتوها حاجه نظيفه، عشان ساعات تخلطوها بالبسله المحمصه او نوى البلح. طيب هنيجي ناكل بقى الاكله اللي فيها رز، لحمه، شوربه، بطاطس. عشان اللحمه شيلها، رز وبطاطس، رز وشوربه بس. يعني ممكن تسلق نص كيلو تقعد تشرب شوربته اسبوع، رز وشوربه. واللحمه خدتها مره لو ما فيش، عايز تاكل لحمه يوم يوم لا، كويس. عامه اللحمه لو زادت في بعض الاحيان بتكون سبب الخمول والارهاق، لكن مش مضره بالدرجه. طبعا ضرر اللحوم الحمراء خاصه البلدي اقل، ان استخدام المضادات الحيويه متقنن، غير المزارع الكبيره. الكبده طبعا مسموحه، الكبده انضف من اللحم. والزبده مع المربى، والزبده مع العسل الابيض والعسل الاسود، والزبده مع النوتيلا او الشوكولاته اللي بتتفرش، دي كلها موافق عليها، ما عنديش فيها مشكله. هتاكل بقى في اللحوم ارانب، موافق. تاكل حمام، موافق. تاكل لحمه، موافق. تاكل كبده، موافق. مصدر اللحمه حيوانات، كل ما هو داجن ممنوع. يعني داجن يعني ايه؟ داجن يعني فراخ، بط، وز، رومي، نعام، ده داجن ما بيتاكلش ده. حتى انفلونزا الطيور ما جاتش في الطيور اللي بتطير، جت في الطيور اللي قاعده عندهم، اللي هو الشور بيرز اللي قاعده في الارض. فاهم؟ دول اكتر حاجه فيها امراض في الدنيا بالمناسبه. يعني انا عايز اقول لك اكتر حاجه فيها سالمونيلا لحمه الفراخ والبط والوز والكلام. خلاص. فبالتالي انا بحكم معاك اكلك في 5-6 اصناف. طب ايه الفاكهه اللي ممكن تاكلها كل يوم بدون حساب؟ انا هاكل من التمر بتاع ريم حرب اهو، وميرسي يا ريم كتر خيرك، يعني بعتها لي انا واللياده وكتر خيرها. يعني تمر اللي هو بص عامل ازاي، بص التمرايه عامله ازاي اهي، دي فايده، مفيش بعد كده فايده. بعد ما تاكلها يعني مجرد انت حاططها في بقك كده والسكر دخل وبلعته، انت استفدت دلوقتي. لو كلت في اسبوع كبده ولحمه وحمام صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اللي لزق في ايدي كلته، السكر، قهوه الاسبريسو معايا، الفشار معايا، خلاص، البوب كورن يعني والسويت كورن، خلاص. بس خفوا شويه من القمح في الفريك، يعني ما تاكلوش كل يوم، لان الفريك فيه اكتر من رز قشره خشنه، فبتتعبك شويه وبتعمل شويه غازات مفيده لقولونك بس مضره ساعات. يعني انا عايز اقول لك الالتزام بالرز عندي اهم من حاجه ثانيه، واحمد ربنا ان احنا عندنا رز، والرز الابيض احسن عندي من الرز البسماتي، هضم البسماتي اصعب ناشف. خلاص.
مين زيزو كوميديان ده؟ خلاص. السوداني لا، ولا زبده الفول السوداني. الدهون اللي مسموحه الزبده والسمنه والقشطه المعلبات زي المراعي او نادك، مش البوك اللي في علبه دي لا، ولا القشطه البلدي. انا هحط لكم فيديو للقشطه البلدي. لا باك ليه؟ ابصر بلا لبن ماعز ما تعملش فيها اسمه ايه ده سنبل، اطلع من اللقطه بقى دي دلوقتي عشان اتضرب اللبن الماعز. لقيت واحده جايه النهارده وجسمها مضروب راش، اهبط شويه. خلاص سهل. انا اعتقد ان انا يعني لميت الكلام. الشاي لا، القرفه عادي، الشاي الاحمر لا، ده صبغه بس، امساك وحموضه وحاجه نيله. الاسماك اسماك البحر وبس، ومره في الشهر. اختار لك بقى دينيس، هامور، قاروص، مفيش بقى بلطي، مفيش بوري، مفيش الهكس ده. السمك المزارع لا، سكر دايت لا. خلاص. وانت كمان يا مسا يا قلبي، حد عايز حاجه تانية؟ انا قلت كل حاجه اهو عندي. طبعا انا مش محضر ان انا احكي في نظام، بس طالما انتوا حابين تسمعوا تاني، انا قلت خلاص السمك يا عيسى، قلت السمك البحر ومره في الشهر، وما تكررهاش وما ياكلش اتنين مع بعض. يعني مش هامور وقاروص ودنيس ومكرونه، لا ما تشتغليش بقى كده، انت مش قاعد في الجنه يعني.